المحكمة وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمة صفية عبد الرازق بركات إلى فضيلة المفتي. رفعت الجلسة. صفية صفية، صباح الخير بالليل. كل ده نوم؟ هو اللي حاصل ابدا، شربتي بقين عصير بقيتي واحده تانية خالص. واحده تانية ازاي؟ ايه مش حاسه بنفسك ولا ايه؟ ده انتي قلتي كلام اللي انا قلته. انا هسيبك تفتكري لوحدك، خصوصا الكلام اللي قلتيه عن الضابط اللي اسمه ممدوح. مش اسمه ممدوح برضو؟ واضح انها قصه حب جامده قوي. انا قلت ايه؟ متهيألي ان قرارنا اللي بتاعنا له علاقه بالقضيه اللي بنحقق فيها بقالها فتره. قضية ايه؟ الحقيقة يا فندم هم قضيتين ودخلوا في بعض في خلال يومين. ازاي ده؟ القضية الأولانية ابتدت ببلاغ عن سرقة عربية وغرق عربية ملاكي تانية في ترعة المريوطية باسم فاتن عبد الجواد حلمي. فاتن عبد الجواد حلمي؟ أيوة يا فندم.
وبعد يومين القضيه دي ارتبط بقضيه تانية، لان فاتن لقيناها مقتوله في شقتها اللي في نفس دايره اسم الهرم. لحد كده مفيش مشكله. المشكله بقى يا فندم ان فاتن دي كانت بتشتغل عند واحد اسمه فاروق ابو العزم. مش ده عضو مجلس الشعب؟ ومن اكبر رجال الاعمال. الراجل ده والمحامي بتاعه اللي اسمه عبد الحي سلام ليهم يد في القضيه دي. انا جايب معايا لحضرتك الاوراق والمستندات اللي بتؤكد ان فاتن كانت متجوزه صبري عبد الرازق بركات، وصبري ده هو نفسه سيد ابراهيم الجرواني. كده بقى خيوط القضيه كلها ابتدت تتجمع. يعني انت عملتي كل اللي انا عايزاه ومضيتي على عقود بيع الارض. انت كداب. العقود موجوده وعليها امضتك، وزمانها دلوقتي بتتوثق في الشهر العقاري بتاريخ قديم قبل حكم الاعدام. باي. انت دلوقتي ما بقاش ليكي لازمه معانا، بس بعد اللي شفتيه وسمعتيه ما ينفعش تخرجي من هنا. توقعي الموت في اي لحظه. يعني صبري يبقى هو سيد ابن جرواني؟ اديك عرفت كل حاجه يا زيدان. هتتكلم ولا لا؟ هتكلم. اقول ايه يا بيه؟ تقول على اللي انت مخبيه من يوم ما اتحرقت المضيافه. فاكر ولا نسيت؟ طب وعهد الله وعهد الله وعهد الله وعهد الله يا اخي ما انت حالف. زيدان انت ما تعبتش؟ احنا قاعدين من الصبح نتكلم، والمفروض انك فهمت ان حكايه صبري دي خلاص اتكشفت وانه ما ماتش، وكلها كام ساعه ونقبض عليه. قول لي بقى، انت قلت للبلد كلها انك دخلت المضيافه ما لقيتش حد، وبعد كده غيرت اقوالك وقلت دخلت المضيافه لقيته غرقان في دمه. ايه اللي خلاك تغير كلامك يا زيدان انت؟ صدقني محدش هينفعك لو لقيت صبري داخل دلوقتي مقبوض عليه. ما هو يا سعاده البيه اني خايف اتكلم، وبعدين ما تخافش هنعتبرك شاهد، بس اتكلم بقى وخلصنا. أنا هقول على كل حاجة يا سعادة الباشا. أنا يوم الحادثة كنت أنا والعمدة وشيخ البلد بنطل على الأرض، سمعنا صفية بتصرخ وتقول قتلته قتلته. جرينا عليها لقيناها في إيديها السكينة. العمدة قال لي روح شوف صبري بيه في المضيافة. خدت بعضي ورحت أطل عليه في المضيافة، ولما رحت المضيافة لقيت الباب موارب. دخلت ما لقيتش حد. صبري بيه، استاذ صبري، يا صبري افندي، استاذ صبري، صبري بيه. دي مفيش حد. البنت دي اتخبطت في نافوخها ولا ايه؟ ما طلع عماله تقول اني قتلته. انا مالي؟ انا بلغ العمده وخلاص. طلعت من المضيافه سالوني في ايه يا زيدان؟ طمنا. مفيش حاجه يا عمده. مفيش حاجه ازاي؟ المضيافه فاضيه. دخلت ما لقيتش حد. ايوه قلت لهم الحقيقي اللي انا شفتها بعيني. في نفس الليله وقرب الفجر لقيت باب داري بيخبط. ايوه مين؟ افتح يا زيدان. مين؟ أنا الخير كله. يعني ايه؟ همسك. ايه دي؟ ايه الفلوس دي كلها؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ بتاعتك. بتاعتني؟ هتبقى بتاعتك. انا مش فاهم حاجه. هفهمك. وطبعا انت وافقت. ما تاخذنيش يا سعاده البيه، دول 20 باكو واحنا فلاحين غلابه مش لاقيين ناكل. الشلن بيفرق معانا و20,000 جنيه. انا قلت ده رزقي ورزق عيالي. انا عندي بنات عايز اسطرهم واجوزهم. وبعدين ما صبري بيه مات خلاص. هتفرق ايه لو قلت انني دخلت المضيافه ولقيته مرمي على الارض وسايح في دمه؟ شهادتي هي اللي هتصحيه ولا هتبرأ صفيه وهي معترفه قدام البلد كلها انها قتلته؟ انت شايف كده؟ طب وعهد الله يا بيه، هو ده اللي جه في بالي. يا راجل حرام عليك،
ده انا جيت لك البيت وقلت لك انت خدمت معايا كتير وجواك انسان طيب، وانت ولا انت هنا. صفيه اتحكم عليها بالاعدام بسبب شهادتك يا زيدان. خلاص يا ممدوح، الكلام ده مش هيفيدنا بحاجه دلوقتي. يا فندم احنا هنوصل لسيد عن طريق فاروق او عبد الحي. يبقى الاتنين اتحطوا تحت المراقبه فورا. بعد اذن سيادتك انا عايز انزل المراقبه دي بنفسي. ما عنديش مانع. يا صفية، قالوا لي انك رافضه تاكلي او تشربي من ساعه ما عرفت انك بعت لنا الارض. ايه؟ عامله اضراب؟ للدرجات دي زعلانه على الارض يا صفيه؟ طب ما احنا كده ولا كده كنا هناخدها. عارفه ليه؟ لان الارض دي في الاصل بتاعتنا. بتاعتكم ليه؟ ايه يا صفيه؟ انت مش بتقولي انك مذاكره التاريخ كويس وعارفه كل حاجه؟ الارض دي بتاعتنا وهترجع لنا، ولازم ترجع لنا. عادي عادي ان البلد تتباع لليهود والاجانب؟ عادي انهم يتحكموا ويبيعوا ويشتروا فينا؟ عادي ان احنا نبقى شغالين عندهم واحنا في بلدنا بياخدوا خيرنا؟ الكلام اللي علمهولك امين ده كلام فارغ ملوش مكان، مش موجود غير في الكتب وبس، بقى مجرد شعارات. دلوقتي في دول بتأجر جزء منها لدول تانية، ومش بس كده، في دول بتبيع مدن كاملة لدول تانية. محدش يطلع من أهل البلد ديت يقعد يقول فين الكرامة وعزة النفس والكلام الهجص اللي احنا مش فالحين غير فيه. انا نفسي اعرف انت جنس ملتك ايه؟ انت مصري؟ انت لا يمكن تبقى مصري. صفية، أنا مش جاي عشان أسمع رأيك فيا ولا أتناقش معاكي. أنا جاي عشان أقول لك حاجة واحدة بس، إنك لازم تاكلي، لأنك لازم تعيشي. وانت هتعمل ايه بحياتك؟ انت مش خلاص خدت الارض اللي كنت بتلف وتدور عليها عشان تبني عليها فندق بتوع مولد ابو حصير؟ أنا عايزك تاكلي لأنك لازم تعيشي لحد ما أنفذ اللي في دماغي. أنا محضر لك مفاجأة كبيرة أوي يا صفية، مفاجأة لا يمكن تتوقعيها ولا تحلمي بيها. الشنطة روح انت يا هاي. السلام يا بابا. السلام. عملتها يا فاروق. عملت ايه؟ ما انا قدامك اهو حسب اتفاقنا. اتفقنا انك تيجي وتجيب الفلوس معاك. لما انا جبت الفلوس يا سيدي في الشنطة. اتفضل. اتفضل ايه؟ انت بتستعبط؟ بستعبط ده ايه؟ في ايه يا سيادة المستشار؟ في ان رجالتك كانوا هنا. رجالتي انا؟ امال رجالتي انا؟ لا، ورجالتي هيجوا هنا ليه اصلا؟ عشان ينفذوا خطتك يا فاروق. والله ما انا فاهم حاجة من اللي بتقوله ده يا سيادة المستشار. رجالتك خطفوا سيد يا فاروق. رجالتي انا؟ والله لو حصلت اي حاجه لسيد يا فاروق ما هسيبك، هطربقها على الكل وهجيب عليها واطيها، واول واحد ههرسه هتبقى انت. والله العظيم ما ليا علاقه بخطف سيد ده. امال مين اللي خطفه سيد يا فاروق؟ تمام يا باشا، كله تم زي ما حضرتك امرت. ايوه احنا في الطريق يا باشا. اوكي يا جلال، ليك عندي مكافأة هايلة بس ما تتأخرش عليا. تمام يا باشا. هيكون مين اللي عمل كده؟ مين اللي مصلحة غير مستر شادي؟ وشادي يبعت رجالته يخطفوا صبري ليه؟ عشان صبري والحكاية كلها يا سيادة المستشار. لو نطق بكلمة هتبوظ الحكاية. مش انت قلت هتطربقها على دماغ الكل؟ اتطربقت على دماغي انا وانت بس. والصفقة ضاعت وطلعنا من المولد بلا حمص. ما رديتيش ليه؟ ابدا، ده رقم انا معرفوش. مش عاوزة ترد ليه دي؟ مين دي؟ سارة.
وده وقت سهره وزفت. وانا اخد منها ميعاد يا عبد الحي؟ انا عاوز اتاكد اذا كان شادي خطف سيد ولا لا. طب اذا كان شادي هو اللي خطفه، ساره هتعمل ايه؟ هترجعه تاني؟ لا طبعا مش هتقدر ترجعه ولا حتى تحاول، بس ممكن تعمل حاجه احسن بكتير يا عبد الحي. ايوه يا فندم، انا وراهم يا فندم. لا احنا دلوقتي على طريق السويس. حسام كلمني وقال لي ان هو متابع عبد الحي وفاروق. يا فندم هو صبري، انا مش هتوه عنه. بعد اذن سيادتك انا بقترح ان احنا في اول لجنه جايه نفتح لهم الطريق عشان افضل ماشي وراه. اول ما تعرف ودوه فين كلمني، وانا هبعت لك قوه من الامن تابعه للمكان اللي هتروحوا فيه. ممدوح الولد ده معاه اسرار الحكايه كلها، عايزك ترجع بيه سليم باي طريقه. لو عوزت حاجه كلمني. تمام سيادتك. سلام. خير يا فندم. النهارده الصبح بدأنا خطة المراقبة. ممدوح ورا فاروق أبو العزم، وحسام ورا عبد الحي سلام. ومن حسن حظنا إن الاتنين اتقابلوا في مكان واحد. وعبد الحي كان جايب معاه الولد اللي اسمه صبري ده. بالولد ده يبقى ضمانه براءة صفية. احنا مش بندور على براءة صفية وبس. احنا بندور على الناس اللي ورا كل اللي بيحصل ده. لازم نقبض عليهم ونعرف بيخططوا لإيه. الناس دي لازم تتحاكم عشان يعرفوا إن احنا صحيين. كلام سيادتك مظبوط يا فندم. بس انا بصراحه يعني قلقان على ممدوح قوي، لانه سايق عربيه وهو دراعه لسه. عارف، بس ما كانش ينفع اقول له لا. القضيه دي بالنسبه لممدوح حياه او موت، لانه طرف فيها. ممدوح اتخدع اكتر من مره واتلعب بيه وهددوه وحاولوا يقتلوه، وهو حاول يوصل للحقيقه بس فشل. انت عارف ان دي بتوجع اي ضابط مباحث، عشان كده سبته ومرضتش امنعه من نزول المراقبه رغم انه لسه علاجه مكملش. التحدي بيوصل للنجاح، واعتقد ان ممدوح واخدها المره دي تحدي. ده هو هيتجنن من اعتراف زيدان. امبارح بالليل كلمني وقال لي لو كان زيدان قال الكلام ده في التحقيق اول مره كانت الامور اختلفت. زيدان عمره ما كان هيتكلم الا لما عرف واتاكد ان صبري عايش وان كل حاجه هتبان ورجله هتيجي في القضيه. عشان كده قال انفد بجلدي واقول كل اللي عندي واخلص. عايز صفيه تتعدم زول عشان تبقى شيخ البلد يا زيدان. احترم نفسك يا ولد. هو زيدان ده كان من دورك ولا بيلعب معاك؟ لا وانت الصادق. لا ده مسجون معايا من امبارح ومش راضي يقول لي ايه سر رميته هنا. خليك في بلوتك انت، خليك في بلوتك. مش بعيد تاخد لك اعدام في التهمه بتاعتك دي. اعدام؟ اياكش فاكر انك هتنجى منها. طب صفيه ولجت اللي يهربها ويقف معاها. مش الضابط ممدوح برضه هو اللي هربها من مستشفى المجاذيب؟ مين قال؟ ما هو انت ما تعرفش حاجه، وما تعرفش كمان ان صبري ده هو سيد ابن جرواني. بتقول ابن مين؟ لا انت ما تعرفش ابن الجرواني. واعرف من ايه؟ يعني صبري ابن عمي يبقى ابن جرواني؟ لا 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 ده كلام خبل. والنعمة الخبل في مخك انت. وانت كنت تعرف يا زيدان؟ نزل ايدك يا ولد. رد علي. كنت تعرف انه ابن جرواني؟ وانا لو كنت اعرف يعني كنت هخليه يعيش مع صفية في دار واحدة؟ واني لحد النهارده مقتنع عن اخوه. ما ماتش وهرب من البلد عشان ينتقم من صفية ويرجع لعيشته الاولانيه. انما يطلع ابن جرواني دي حاجه ما تخشش العقل ابد. لا يا نهارك اسود يا بدر، يا نهارك اسود يا بدر. سبت بنت عمك لحمك مع غريب. انت تستاهل اجرامك. يا خيبتك القويه يا بدر، يا خيبتك القويه يا بدر. لا يا ابني، المستشفى القديمة ما رضيتش تديني تقرير طبي عن ابني. قمت نقلته المستشفى تانية، وآن الأوان بقى أعرف إيه اللي جرى لابني وإيه حكاية الحجنة دي بالظبط اللي شقلبت كياني. بس أنت اتأخرت قوي يا عمدة على ما قدمت البلاغ ده. عارف يا ابني،
بس اقول ايه، منه لله اللي كان السبب. على العموم الدكتور نادر المشرف على حالة ابنك دلوقتي بلغنا بالواقع من ساعة ما نقلت فريد ابنك للمستشفى بتاعته لغاية دلوقتي. بلغكوا؟ أيوة يا عمدة، وحققنا في الواقع وعملنا تحريات مكثفة لغاية ما عرفنا مين الجاني. لكن للأسف بعد ما اكتشفنا مين المجرم اللي حرض الممرضة إنها تدي ابنك فريد جرعة بنج زيادة، اكتشفنا إنه مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ اتقتل يا عمدة. اتقتل؟ هو مين ده اللي اتقتل؟ صبري عبد الرازق بركات. صبري صبري ايوه صبري يا عمده. الممرضه اعترفت بكل التفاصيل وحولناها على النيابه، واعتقد ان جلسه محاكمتها هتكون خلال الشهر ده. بس صبري ما ماتش، صبري لسه عايش. عايش ازاي يا عمده؟ مركز السوق بلغنا انه مات مقتول. ما ماتش، صفيه شافته، الدكتور امين شافه. بس هو يعمل كده ليه في ابني؟ يأذيه ليه؟ بينتقم مني ليه؟ حد يقول لي الناس، حد يطلعني يا عالم. اهدى من فضلك يا عمده وفهمني بالراحه، صبري ازاي عايش وايه اللي ساكتك طول المده دي كلها؟ كل اللي ساعدتناش هحكي لك على كل حاجه. ايه يا ساره ما بترديش ليه؟ بقالي 10 ساعات بطلبك. ايه؟ بتقولي ايه؟ يبقى اللي حسبته طلع مظبوط. ما بلغتنيش ليه يا ساره من الاول؟ معقوله ما كنتيش تعرفي؟ ساره انا عايز اخلص من الواد ده باي شكل قبل ما يقابله. انا مستعد اديك اللي انت عايزاه بس خلصيني منه. الواد ده يا ساره لازم يموت. كده الصفقه ضاعت رسمي وطلعنا من المولد بلا حمص. اللي انت عايزاه يا ساره. انا مستعد اديكي 10 مليون بس خلصيني من الواد ده. طيب خلاص، قلت لك خلاص انا هتصرف. باي باي بقى دلوقتي، باي باي. تمام يا باشا. وفاء؟ ايوه يا فندم. طب اعملوا اللي قلت لكم عليه. حاضر. من زمان وانا عايز اتفرج على اللحظه التاريخيه دي. ساره ما تيجي معايا نتفرج سوا؟ اوكي. ايوه يا فندم، انا سالت وعرفت الفيلا دي باسم مين. باسم شادي وجيه راغب. شادي وجيه راغب؟ هي وصلت لحد كده؟ طيب ما تعملش حاجه لغايه ما اكلمك تاني. يظهر ان الموضوع اكبر من خيالك يا رشاد. مساء الخير يا فندم. انت اظن بقى دي حاجاك مش متهيألي. يعني انا صح وطنت انت ولا مش انت؟ انا يا صفية، انا يعني عايش ما متش زي ما الناس فاكره ولا المحكمه بتقول. عايش وهربت بعد ما خلصت لعبتك. احنا هنا فين يا صفية؟ لو انت مش عارف احنا فين. يا صفية سيبك من كلامنا دلوقتي وقولي لي احنا فين ومين الناس دول. احنا عند جرايبك الحقيقيين اللي دمهم من دمك، ولاد عمك، جرايبك اللي بعتوك لينا عشان تلعب لعبتك وتاخد مننا الارض يبنوا عليها فنادق للخواجات. بس يا خساره فهمت متاخر. لكن انا من اول يوم وانا عارفه ومتاكده انك مش اخويا. لكن جاي لك وعاوز مننا ايه؟ اهو ده السؤال اللي كان محيرني ومش لاقيه له اجابه لحد ما جيت هنا وقابلت الكبير بتاعكم مستر شادي. بس انا نفسي اعرف انت عرفت الحاجات
ازاي؟ وعرفت الحاجات دي كلها عن ابويا ازاي؟ مين اللي وعاك قبل ما تنزل البلد؟ مين اللي قال لك كل ده؟ يكونش زيدان ولا رضوان؟ لا، رضوان كان عايز يخلص منك بعد اللي عملته في فردوس، يبقى هو زيدان. ولا يكونش الحاج منصور؟ منك لله قلبت كيان البلد وخليتنا كلنا بنشك في بعضينا. انت ايه؟ مخلوق من نار زي الشيطان وزي ليه؟ ده انت الشيطان ذاته. هو في حد يعمل اللي عملته ده؟ تاني دبيت السكينة في بطنك وطلعت عايش، ورضوان ضربك على دماغك زي ما فرتسبة بتقول وبرضك طلعت عايش. دي البلد عملت لك جنازة وقبر ودفنوك وديك قاعد قدامي اهو. ده شغل أبلسي ولا بني آدمين؟ عايزة تعرفي اللي حصل يا صفية؟ خلاص أنا ما كنتش عايزة أعرف حاجة. بعد ما الأرض ضاعت مني أنا الموت أحسن لي. ما تستعجليش يا صفية، طالما احنا الاتنين هنا يبقى هنموت. ونموت احنا الاتنين ليه؟ طب أنا ماشي، لكن أنت تبعهم. وانا لو كنت تبعهم يا صفية كانوا جابوني هنا بالشكل ده. طب لو أنت مش تبعهم تبقى تبع مين؟ ومين بعتك لنا البلد؟ احكي لك يا صفية، احكي لك على كل اللي حصل. يعني ايه يا فندم؟ يعني ترجع يا ممدوح، الموضوع وصل لطريق مسدود. ايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ انت عارف مين هو شادي وجيه راغب؟ انا اللي اعرفه ان البلد فيها قانون، والقانون فوق اي حد. ارجع يا ممدوح، الموضوع اكبر مني ومنك. لا يا فندم انا اسف جدا، انا هكمل مهمتي لغايه ما اقبض عليهم زي ما سيادتك سمعت كده. ولا سيادتك بقى شايف ان شغلنا ان احنا نقبض على بياعة خضار غلبانه بتهمه اشغال الطريق، او موظف بسيط ناقص من عهدته 5 جنيه؟ اذا كان ده شغلنا يا فندم انا اسف جدا، انا مستقيل، وحكموني بقى ولا اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. انا هكمل طريقي لحد ما اوصل لاخره. مره تانية يا فندم انا اسف جدا. ابن جرواني؟ شفتي بقى الدنيا صغيرة ازاي؟ لا، الدنيا مش صغيرة ولا حاجة. ده انت اللي خططت ودبرت عشان تنتقم من بنت عبد الرازق بركات وتتسبب في موت امي. العين بالعين يا صفية، والسن بالسن والبادية اصلا. ابوكي بهدلنا، اتهم ابويا بسرقة الجاموسة مع انه كان داخل يجيب كوز لبن لامي العيانة ويسد جوعي بأي حاجة. وما قالش ليه؟ قال وحلف على المصحف، بس ابوكي ما صدقوش. واهل البلد طبعا عشان ابوكي غني صدقوه، وهو اتطرد من البلد، اتزف، اتحدف بالطوب. اديكي عرفت انا مين يا صفية. عايزة تعرفي بقى انا ازاي خرجت من البلد وما متش؟ هقولك. لما ضربتيني بالسكينة أنا فعلا اتعورت، بس الجرح كان سطحي. خرجت انتي وسبتيني أول ما شفت الدم على السكينة وافتكرتي إن أنا مت. وفجأة لقيت رضوان داخل عليا. شفت بنت المجنونة كانت عايزة تعمل إيه؟ كانت عايزة تقتلني وجات سليمة، بس الجرح ده لازم ينضف. روح شوف لي ميكروكروم ولا صبغة يود في أي بيت من بيوت البلد لغاية لما أشوف هيعملوا معاها إيه. طيب الأول امضي لي على الورقة دي. قعد يهددني بكلام فارغ ويقول إنه هيقتلني لو ما اتجوزتش فردوس. كان جايب معاه ورقة معرفش مين اللي كتبها له وعايزني أمضي عليها، ولما رفضت اتجنن وضربني على دماغي بدبشك البندقية. ما كانش قدامي غير نعمل نفسي مت. رضوان افتكر انه قتلني، خاف وطلع جري من الباب اللي وراني، ولما اتأكدت انه هرب قمت بسرعة. حسبتها في دماغي، لقيت ان ده انسب ميعاد عشان صبري اللي انا اخترعته يموت. دخلت بسرعة، لبست جلابية علشان اقدر اطلع من البلد ومحدش يعرفني. وانا بلبس الجلابية
وقعت الجوزة وكان عليها حتتين نار. جات لي الفكرة بس سمعت صوت زيدان، جريت واستخبيت بسرعة لغاية لما زيدان دخل. فضلت مستني لغاية لما زيدان قعد ينادي وخرج. دخل خدت جيركن الجاز وغرقت بيه المضيافة اللي قعدت فيها. لازم يلاقوا جثة علشان الجريمة تبقى كاملة، ودي بقى كانت مهمة شوقي. شوقي مين؟ ما تشغليش نفسك بالحاجات دي، المهم تعرفي اللي حصل وبس. شوقي جاب لنا جثة طازة من واحد ترابي بيبيع الجثث اللي بتوطد. طبعا الجثة اتحرقت واتحطت فيها خطاطي، قصدي بطاقة صبري عبد الرازق بركات. اترمت الجثة في المصرف اللي ورا المضيافة. لما لقيوها قالوا مية المطافي هي اللي نزحتها من المضيافة لغاية المصرف. محدش طبعا قدر يتعرف عليها لأنها ظهرت بعد 3 أيام وكانت متفحمة. ياه، كل ده عشان تاخدوا مني الأرض؟ عشان انتي الوحيدة اللي كنتي واقفة قدام مشروع، ما كانش فاضل غير العمدة وأمين وانتي. وزي ما انتي عارفة العمدة كان مالي في دوامة ابنه وكان بيبيع غصب عنه. انت السبب في الدوامة دي، صح؟ وخلاص انكشف المستور والدوسة جرت واعترفت بكل حاجة. بقى يا مفتري تخليها ترمي العيل قدام العربية عشان تدخل العمدة في دوامة؟ انت ايه؟ ما تعرفش ربنا؟ لا، هتعرفوا ازاي؟ وانت كنت بتركعها؟ طب بلاش العمدة، دكتور أمين، مش انتوا برضك السبب في اللي حصل له؟ يا صفية خليكي في نفسك. نفسي؟ هي في النفس دي؟ انت خلاص طيحتها معاك. بس انا مش هسكت، انا لازم اعمل حج قبل ما اموت. لازم اعمل حج للدكتور أمين اللي هيروح بلاش، ولا اعمل حج للبلد دي. يعني تفتكري دلوقتي لو قلتلك مين اللي قتل نهاد هتقدري تبعدي حبل المشنقة عن الدكتور أمين؟ ما تحلميش يا صفية، اللي أنا بشتغل معاهم دول أكبر من تفكيرك. موافقاك، ممكن يكون أكبر من تفكيري زي ما بتقول، وأكيد مخططين لكل حاجة، لكن أقول لك على حاجة، في اللي أكبر منه، اللي أكبر مني ومنك ومن أي حد، ربنا. كفايه لحد كده. اوكي as you like. ايه رايك نغير المحطه؟ مستغربه ليه؟ انت فاكره ان انا حاطط كاميرات في اوضه صفيه وبس؟ شادي حاطط كاميرات في كل مكان. ايه احنا مش هنتسلى شويه بقى ونتفرج على فيلم تاني جايز يكون ابطاله احسن من الجرابيع اللي احنا بنتفرج عليهم؟ ده الحيوان قال لها على كل حاجه في دقيقتين، وسفاروق عمال يقول لي ده ذكي، ده اذكى انسان شفته في حياتي، وهو الذكي اللي بيقول عليه طلع غبي. ساره، تفتكري ان هو لوحده اللي طلع غبي؟ تقصد ان ما تستعجليش، انا عايزك تفكري في السؤال ده على اقل من مهلك. ايه احنا مش هنتسلى شويه بقى؟ انت عارفه يا ساره، من زمان وانا نفسي اتفرج على فيلم رومانسي. لو الفيلم ده طلع رومانسي.